السلام عليكم ومرحبا بكم في قصة من قصص اللي كل يوم راح تسمعوها في قناتي. مرحبا بكم في قناتي، قناة قصص وحكايات ريما. قصة اليوم فيها بزاف عبر، إن شاء الله تعجبكم، وخلوا لي رأيكم في التعليقات. القصة تقول: أنا سميرة، عمري 37 سنة، طويلة وخمرية، مقبولة وفلاطاي تاعي مليحة ومعمرة. كي كنت في عمري 17 سنة تعرفت على واحد واسمه مراد، في عمره 30 سنة، كان حابني ومتمني يبني معايا مستقبله. رحنا في هذيك الطريق حتى كتب المكتوب بيناتنا. المهم تزوجنا كي كان في عمري 18 سنة وكنا عايشين عادي. المهم زدنا عامين زواج، وهو ثم في هذاك الوقت بطل الخدمة بسبب سرقة صارت في الخدمة تاعو، واتهموه انه هو السارق. مراد غاضو الحال بزاف وبطل هذيك الخدمة وراح حوس على خدمة واحدة اخرى ما لقاش. وبعد شهرين صابوا السارق في الخدمة تاعو القديمة وعيطوله باش يرجع لخدمته، ولكن مراد حلف ما راح يرجع. ومن ذاك النهار قعدت بطال. زاد حوستي بزاف اماكن اخرى على كاش خدمة بصح بلا فايدة، ما كانش. قعدنا عايشين على الفقر، نهار كاليين و10 ليلة، حتى وين صار يضربني ويعايرني على اسباب تافهة. كرهت منه ومن الفقر اللي كنا عايشين فيه. حتى مرت خوه كانت تحرضني عليه بزاف، مي عمري ما خذيت برايها. واحد النهار كنت عندها مقصرين حتى على هم الدنيا، حتى دخل علينا راجلها، عرفت قضيان كبير ما شاء الله. خلاتني وراحت تشد عليه. بعدها قالها اعطيلها شويه من الديسير واللحم اللي جبتهم. هي قالت له شت ما نعطيلهاش، ماشي راجلها راقد وانا نعطيلها. انا صدمتني الحقيقه، مي خبيتها في قلبي وسكت ما قلت والو. حملت روحي وخرجت لداري. كانت كل مره نرماركيها تخبي في وجهي وتغمز عليا، مي ما بينت لها والو. حتى واحد النهار جاب لي راجلي صندوق تمر من عند صاحبه وقال لي اعطي منه لخوتي. انا قسمته وديت عند لوسي سفيان، غير شفتني مرته هذيك الجيعانه المسمومه خبيت في وجهي بلا حوت محمر داخل الفور. انا صدمتني بزاف هذا الخطره. حطيت لها التمر فوق الطابله، قلت لها هاكي معروف. هي حشمت بزاف باسكو شافتني، عرفت بلي انا شفتها. انا خرجت من عندها غايبني الحال بزاف ورحت عند لوسي محمد. مرتو كانت متربيه وعاقله، ما شفت منها غير الخير. كانت بزاف حنينه، استقبلتني بالفرح والسرور، وغير عطيت لها التمر فرحت بيه وقالت لي كثر خيركم، واش تحبي ارواحي ما نبخلش اختي اذا عندي. مسكينه ما ننساش معاملتها معايا. انا روحت للدار وكنت زعفانه بزاف، وقلت لراجلي على واش دارت لي مرت خوه سفيان، حتى وين بكيت. ما كنتش طامعه في الحوت تاعها، مي كنت مضروره من التصرفات اللي تاعها معايا. مراد زعف بزاف وقال لي والله ما يغيظك الحال منها، هذيك جيعانه، لو كان جات شبعانه ما تدلكش هكذا. المهم بعد 7 شهور جاني راجلي فرحان وقال لي راهي بانت لي خدمه وان شاء الله تسهل لي فيها. انا فرحت بزاف بهذه الخدمه تاع راجلي. بدا الخدمه وكنت فرحانه. كي عاد قريب يخلص فرحني وقال لي نوعدك انه غير نخلص هذا اليومين نشري لك حوت مجمر بزاف بنين من عند واحد الشيف معروف بالشوا ديالو. فرحت بزاف. وبعد يومين خلص راجلي، يعني سلكوه في الخدمه نتاعو، وجاب لي قضيان شباب وقال لي نروح نشري الحوت المشوي ونجي انتي وجدي سلاطه وكامل. المهم انا وجدت الطابله من كل شيء، كانت بزاف شابه. قعدت نستنى فيه حتى جاء. فرحنا بزاف، كانت ريحه الحوت تضرب من بعيد بزاف بنينه. قعدنا نتعشى وانا فرحانه، مي راجلي كان ماشي كامل مليح، غير ساكت وياكل من فوق قلبه. قلت له علاش راك هكذا ماشي مليح؟ قال لي راني والله لا راني غير عيان برك. قلت له ايه تعشى وروح ترقد. قال لي اوكي.
بعد ما خلصنا العشاء حطيت لاتاي، وهو تقول ما راهوش كامل في الدار غير ساكت. ومن بعدها ناض وراح للشومبرا وخلاني سهرانة وحدي. المهم غير خلصت يعني كملت، رحت غسلت الماعن تاع لاتاي ورحت للشومبرا، لقيته مازال قاعد، يعني مازال مرقدش. قلت له علاه مازال مرقدش؟ قال لي ما جانيش رقاد. المهم قلت له استغفر وحاول ترقد. غدوة في الصباح ناض راح يخدم، وانا قعدت ندور على شغلي كيما العادة، حتى جاتني بنت لوسي سفيان تلعب عندي كيما كل مرة. من بعد قالت لي طاطا بزاف الحوت البنين اللي جابولنا عمو مراد البارح. انا صدمتني، ما لقيت ما نقول، جمدتني في بلاصتي. قعدت واقفة كيما البوطو ونشوف فيها تحكي. قالت لي انتي جابلك طاطا؟ انا ما جيت نجاوبها بالسيف، قلت لها بدهشة ايه جاب لي. قالت لي ايه ماما جاب لعمو محمد. انا بقيت مصدومه والحقد مالي قلبي من جهه راجلي، ما همنيش كي مد الخوه محمد باسكو مرتو حنونه هايله. غضني الحال على مرت سفيان هذيك المسمومه. جاز نهاري كامل حقد وكره. اصلا لو كان داير لي قيمه ما يضربنيش في ظهري بهذيك الطريقه. في العشية جا من الخدمة ما هدرتش معاه كامل. من بعد كي مرتاح سقسيته، قلت له كي جبت لي البارح الحوت جبتو لي غير انا؟ قال لي مع مخلوع علاه؟ قلت له سقسيتك جاوبني. هو كان بزاف متردد ومقلق، ما قدرش يهدر معايا. انا ما كنتش حابه نسكت ونتجاهل الموضوع. قلت له والله غير اليوم تجاوبني بلا كذب، ما نسحق تخبي عليا والو، جاوبني. بعدها قال لي والله غير شريت لهم كامل وسمحي لي. قلت له انا مصدومه، وعلاش جبت لي حقي؟ لو كان كملت معطيته لهم تعشاو به وخلاص وكملت عشيت معاهم نتايا. قال لي بركي ما تكبري فيها، انا ياك ما نحيتلكش حقك. تما انا زعفت زعاف بزاف قبيح. قلت له بكل بساطه طلقني وكل واحد في طريقه. قال لي وشنو؟ قلت له ايه حابه طلاق، والله 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 ما نرجع في كلمتي. هو جنونه وكان غير يكسر في الصوالح الدار ويعيط تقول بركان هايج. انا وقتها دخلت للشومبرا ديالي وغلقت الباب. هو خرج، انا عيطت لدارنا وحكيت لهم كل شيء. بعد ساعات جاني قال لي وعلاش حابه ديري المشاكل وانتي ديما هكذا؟ انا حيرني في هدرتو باسكو جامي درت له المشاكل. قلت له عمري ما درت لك المشاكل، ما عمرك ما رايح تشوفني قدامك مهما كان رايح يسرع وتشوف. المهم جست هذيك الليلة غير عياط ومشاكل، وغدوة في الصباح ما راحش يخدم باسكو كان عارفني نخرج نروح عند اهلي وجوز النهار كامل معايا في الدار. وفي اليوم الثاني جاو دارنا هدروا معاه. هو قال لهم بنتكم هي الغالطة. انا ما هدرت والو، قلت له حبه كل واحد يروح في طريقه. ماما ما جاتش كامل ضدي باسكو كنت نحكي لها على كيفاش كان يضربني ويعايرني. المهم داوني دارنا عندهم وقالوا له خليها اليوم ترتاح وغدوه تتفاهموا باسكو راكم مقلقين بزاف، وبهذا القلقه ما تجيبوا حتى فايده وحتى نتيجه. ورحنا للدار وغدوة عيط لي ما حبيتش نهدر معاه. وبعد يومين جاني تواجه معايا، قلت له ما نرجع لكش. هو ما حبش يفهم ودليت بهدايل في دارنا، ووصلت الحكاية للحكم. وكما كان الحال طلقنا بعد عدة جلسات باسكو ما كانش حاب الطلاق. المهم راحوا اهلي جابوا صوالحي اللي كانوا عنده وجاو قالوا لي راهي سولتنا جارتكم حليمة عليك. هذه جارتنا حليمة إنسانة ما شاء الله، كانت تزورنا خطرة على خطرة في دار شيخي. المهم بعد طلاقي حسيت بوحدة الراحة جامي حسيتها من قبل. تقول كنت في حبس، تقول كنت في سجن. جوزت شهرين في دارنا وبعدها دخلت نخدم في كوزينة نتاع مطعم، كانوا يخلصونا كل سيمانة 500,000. كنت توجور نخبيها باش نبني شومبرا فوق سطحنا، على خاطر خويا كان حاب يتزوج ويسكن في شومبرا تاعي القديمه اللي كنت فيها انا. حتى واحد الليله عيطت لي هذيك الجيعانه نتاع مرت
مرت خوه سفيان، يعني مرت خو طليقي واسمها ياسمين. في البداية ما كنتش حابة نريبوندي عليها، مي كي كثرت وهي تعيط ريبونديت عليها بتشناف من فوق القلب، حابة زعما تقسي على اخباري، وهي جامي عيطت لي من بعد طلاقي. انا كنت نهدر معاها غير اذا سقساتني، كنت غير ساكتة تقريبا حتى كيف التالي. حبيت ليكيديها، قلت لها راني حابة نغلق باسكو عندي غدوة خدمة. قالت لي وعلاش راكي خدامة؟ جاوبتها قلت لها ايه. قالت لي مليح عليك، يعني على الاقل تنساي شوية همومك. قلت لها علاه وش من هم؟ قالت لي وعلاش ما على بالكش ياك مراد خطب وحاب يتزوج هذا الشهر؟ انا جرحتني وحسيت بقلبي طاح تكسر كيما الزجاج. قلت لها ما على باليش بيه ديجا، وعلاش عيطتي لي باش تقولي لي عليه؟ قالت لي ايه يا اخي نورمال. قلت لها لا ماشي نورمال وما يخصنيش كامل، وما تستن ما تستنايش ما تنسايش هنيه في عرسو مليح بكاتو شباب كيما موالف يتهلا فيك هو. وكوبيت عليها، هي رجعت تعيط ما ريبونديتش عليها كامل، وغلقت تليفوني. حتى كنت حاسة صح بالغيرة، وحتى جاتني البكية، ثم عرفت روحي اني مازال نحبه ومحال ننساه. حتى في الصباح فتحت تليفوني لقيتها بعثت لي ميساج، قالت لي ايه نتهلا فيه بزاف باسكو هو يستاهل. غاضني بزاف الحال وبكيت بزاف. جوزت نهار كامل وانا غير نلوم في روحي على واش راني ومازال نفكر فيه. المهم في العشية عيطت لمرت محمد خو طليقي واسمها سامية، قصرت معاها كيما كل مرة باسكو غير هي اللي كانت ما قطعتش معايا الاتصالات، كنا دائما في تواصل، هدرنا بزاف مما قالتليش على مراد. حتى انا سولتها قلت لها صح تزوج؟ هي سكتت وبعدها جاوبتني من فوق قلب، قالت لي ايه رايح يتزوج هذا الشهر. مين شكون قالك؟ قلت لها مرت سفيان. قالت لي هذيك ما تعرفش كامل شت فمها. شوفي سميرة، انسايه وعيشي حياتك وتهلاي في صحتك وشوفي حياتك. هي بقت تنصح فيا وانا عقلي بعيد، ما كنتش كامل حاطة معاها. بعد ايام مراد تزوج وانا بكيت بزاف كي شفت عرسه في الفيسبوك. دمرت لدرجة اني ما كنتش نقعد كامل في وسط عائلتي، ديما حابسة روحي داخل الشمبرة، حتى كرهت كل شيء. واحد النهار عرضونا العرس بنت خالتي، انا ما حبيتش نروح، مي ماما سيفت عليا بزاف وقالت لي لو كان ما تروحيش مام انا ما نروحش. ما حبيتش نزعفها ورحت معاها. ثم شفت بزاف البنات كامل تحفين وزاهيين وغير يشطحوا وضاربين الدنيا بطالون، غير انا حالتي تغيظ كيما العجوزة. ماما مسكينة حاشمة بزاف بحالتي والدمعة شادتها بالسيف. جوزنا هذاك العرس غير من فوق القلب، ورجعنا في الليل دخلت طول لشمبرتي وشفت في المراية وقلت في قلبي نستاهل يا مراد، شيبتني قبل الوقت. جوزت هذيك الليلة كامل غير تخمام حتى طلع عليا النهار، وأنا كنت خذيت قرار في راسي أنه نرمي الهم ورا ظهري، وعلاش هو تزوج وعايش حياته أنا نقتل روحي بالتخمام والدموع. نتفكر توجور سامية كي قالت لي انسايه وبدلي حياتك، ما تقعديش سميرة المغبونة وخرجي من همك. قلت هي عندها الحق، وعلاش ما نهتمش بروحي وحياتي؟ كما كان الحال بديت نهتم بروحي، ما خليت سقمت سنية، ما خليت استيتيك، كنت نزورها كل مرة تنقيلي لابو ديالي وديرلي مساجات الكامل جسمي، ونصحتني مام بلي بوماد نتبعهم اللي كانوا يخرجوا عليا. يعني ما خليت والو، ما خليت حفافة، ما خليت حتى بلاصة تاع العناية، يعني بالجسم ولا بالشعر. يعني حتى الحفافة كنت نمشط عندها نصبغ شعري، كنت ما خليت حتى لبسة ما لبستهاش، روايح المكياج. في الحقيقة هذه الصفحة اللي بدلتها في حياتي
حسيت براحة نفسية كبيرة، باسكو طليقي مراد جامي خرجني ولا شرالي ولا فرحني، كنت ديما محبوسة في دارو كيما السجين. هذا الخطوة حسيت فيها انه رجعت انسانة جديدة، وحتى وجهي تبدل وتنور، وشعري كان محروق من قبل، اليوم زيان ورطاب. تبدل كل شي فيا، ورجعت بزاف شابة على قبل. وين كنت وين وليت بصراحة، حتى كي كنت عند راجلي ما كنتش بهذا الجمال. سامية راحت قبل زواج مراد عندي ياسمين، وقالت لها انتي وعلاش ياكلك فمك؟ عيطتي لسميرة وقلتي لها على طليقها انه حاب يتزوج. ياسمين قالت لها نورمال، هي اصلا تسمع اليوم ولا غدوة كيف كيف. انا قلت لها، سامية زعفت منها بزاف وقالت لها ما كانش منها تسمع، مادامها ساكنة في ولاية بعيدة ما عندهاش كيفاش رايحة تسمع، انتي درتيها سكارة وخلاص. وبعد غدوة عيطت لي سامية وحكات لي. المهم كنت واحد النهار خدامة حتى جاني تليفون بنيميرو ما نعرفوش، ما حبيتش نريبوندي. حتى في العشية عاود لي ريبونديت، نحسبها ياسمين ولا مراد. حتى هدرت معايا مرة